السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح نحضر معكم وصفه رائعه اللي هي صدر الدجاج محشي بالجبن، يخرج بزاف بنين. المهم البنات نقول لكم تابعوا الفيديو حتى الاخر وما تراطيوش حتى نتعرفوا على طريقه التحضير ونكتشفوا مع بعض السر اللي يخليه يجي طري بزاف وماشي ناشف. إذا نبدأ على بركة الله. في إناء صغير نوضع القليل من الفلفل الأسود، ملعقة كبيرة من العكري هي البابريكا، ونوضع كذلك الزعتران نحيولها غير هذاك الورق تاعها بهذه الطريقة، ونزيد نضيف القليل من الملح ونخلطوهم كامل مليح ونحطوها على جنب. والآن نروح نحضروا صدر الدجاج. أنا استعملت في هذه الوصفة زوج صدر الدجاج، قسمتهم على 2 كما راكم تشاهدوا هكذا. إذا نتحصل على 4 شرائح من صدر الدجاج، ونجيبو مرطو أو مطرقة نضربوه بهذه الطريقة هكذا، وهذا هو السر الأول اللي يخليه يجي طري ويطيب بسرعة. وبعدها نقلبو هذه الشرائح صدر الدجاج ونزيدو نضربوه بالمرطو بهذه الطريقة من الجهة الأخرى هكذا. والآن نجيبو التتبيلة تاعنا اللي كنا حضرناها في أول الفيديو، نوضعو القليل منها بهذه الطريقة هكذا. والآن نقلبو الشرائح تاع صدر الدجاج تاعنا بهذه الطريقة، ونعاودو نزيدو نتبلوهم من هذه الجهة هكذا. والآن نروح نحضروا هذه التتبيلة اللي تخليه يجي طري بزاف. إذا وضعت 100 غرام من الياغورت الطبيعي، ضفت له ملعقة من الخردل لا موتارد، وزدت ضفت 3 فصوص من الثوم يكون مبشور بهذه الطريقة، ثم ضفت له نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ما نكثروش بزاف، ونخلطو مليح. إذا التتبيلة تاعنا راهي جاهزة هكذا. نوضع ملعقة ونصف في كل شريحة صدر الدجاج كما راكم تشاهدوا هكذا هكذا، ونمشيوها على كامل سطح صدر الدجاج بهذه الطريقة هكذا. كما راكم تشاهدوا أنا استعملت هنا في هذه التتبيلة الياغورت الطبيعي، هو اللي راح يمد الطراوة لهذا شرائح الدجاج هكذا. نكملوا كامل الشرائح اللي عندنا بهذه الطريقة. وبعدها نخليو هذه الشرائح صدر الدجاج ترتاح لمدة نصف ساعة بهذه التتبيلة. والآن نروح نحضروا الحشوة تاعنا تاع الجبن. نوضعوا مقدار من الجبن المبشور، ونضيف له المعدنوس يكون مقطع رقيق هكذا، ونخلطه مليح. والحشوة تاعنا راهي جاهزة. والآن نروح نحشو هذا شرائح صدر الدجاج. أنا وضعت في كل شريحة صدر الدجاج وضعت ملعقة ونصف من الجبن المبشور بهذه الطريقة هكذا. ولما نوضعوا الجبن على كامل الدجاج تاعنا نبداو نلويو بهذه الطريقة هكذا، نلويو بالعقل.
والآن نحتاج إلى 3 حبات بطاطا نقطعهم إلى دوائر تكون رقيقة بهذه الطريقة هكذا حتى تطيب بالخف هكذا. نوضعوهم في بلا وبعدها نتبلوهم بشوية تاع الفلفل الأسود وكذلك العكري والقليل من الملح وكذلك القليل من الزيت هكذا. وبعدها نخلطوا مليح مليح هذه البطاطا هكذا. والآن نحط الرولي فوق البطاطا ثم ندهنوه من الفوق بلاصوص اللي كنا حضرناها بالياغورت وندخلوه للفرن لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة. ولما نخرجوه من الفوق نحطوه من فوق الجبن المبشور ونرجعوه للفرن لمدة 5 دقائق حتى يذوب الجبن. والآن الطبق تاع اليوم راه جاهز، خرج ما شاء الله واحد البنة واش نقول لكم اكثر من رائع. جربوا بهذه الطريقة على بالي بلي ما رايحيش تستغناو عليها. واللي عجبته هذا الوصفة تاع نهار اليوم يخلي لي لايك للفيديو، واللي اول مرة تدخل القناة تاعي وتشاهد الفيديو نقولها مرحبا بك اختي. ما تنساش ديري لي اشتراك للقناة وفعلي الجرس حتى يوصلك كل جديد. وفي الأخير نقول لكم مع السلامة في فيديو قادم مع وصفات جديدة بإذن الله.